مش قلتلكم الموسم ده ان الفانتازيا مختلفة؟ لازم تبقى ديفرنشال عشان تعرف بجد ان انت تكسبها. واللي سمع كلامي في الجولة اللي فاتت في نصايح الجولة، انا قلت لك تعمل ايه، واللعيبة دي جابت شوية نقط حلوين قوي، وفي شوية كده خذلونا، بس عادي، لسه الماتشات السهلة جاية، صح ولا لا؟ بس خلاص يا حبيب قلبي، ما بقاش في حاجه اسمها ديفرنشال، كل الناس جابت كل اللعيبه الديفرنشال، مفيش حد بقى ديفرنشال. انا بقت نفسي مش ديفرنشال، غالبا هلاقيني في تشكيلات عادي جدا، والله. ما تفهمش في ايه دلوقتي، اي لعيب بيجيب نقط كله بيجري عليه. عايزين بقى نقعد مع بعض ونخرب وننقر وننقر كده ونخرب، فاهم، لغايه ما نطلع لعيبه ايه مختلفة خالص، وتكون ديفرنشال فعلا، عشان نبقى احنا، بص، احنا اللي عملنا الديفرنشال. وان شاء الله تنجح. يلا بينا نخش على الحلقة ونشوف انا هوديك فين، وصدقني هتستفاد. واسمع كلامي زي الجولة اللي فاتت اللي ما سمعتش كلامي فيها ورجعت زعلت لما ما جبتش هاري ويلسون الخطير اللي عمال انادي بيه بقى لي 4 جولات. هتجري تجيبه دلوقتي، صح؟ ده شيء. اسمع بقى كلامي في اللي جاي. يلا بينا يا حبيب قلبي، يلا بينا حبايب ام اللي جابوني.